يا صباح الورد والفل والياسمين، اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. انا كنت امبارح، طبعا انتوا عارفين ان جهاد كانت عيانة، كانت تعبانة قوي، عندها دور جامد كده، شفاها الله وعافاها. فطبعا الدنيا بالنسبة لي مقلوبة، يعني انتوا شايفين منظر المطبخ. طبعا انا كنت عمالة اديها في ادوية وهي تعبانة، طبعا انا مش مركزة خالص، غير طبعا الفيديوهات اللي انا بعملها. يعني مش قادرة بجد أعمل حاجة في المطبخ. فالدنيا بقى كركبت كده، فعندي بنتي اللي مش الصغيرة، الوسطانية، اللي هي جميلة. قالت لي صحيت، طبعا انا جسمي مكسر الصبح، مش قادره اقوم اعمل حاجه. طبعا مطلوب مني ان انا اغسل المواعين وانضف المطبخ، وانتوا هتشوفوا دلوقتي منظر المطبخ عامل ازاي اساسا. فصحيت بقى على الساعه كده 8، وعايزه اعمل، طبعا اوريكم الفراخ البانيه، صدور، يعني عايزه اعمل مكرونه بالوايت صوص. قعدت اقول للجهاد ايه نفسك في ايه، قعدت اقول لها على كذا حاجه كده، قالت لي لا يا ماما نفسيش في اي حاجه. بس لما قلت لها المكرونه بالوايت صوص قالت لي اه ماشي تمام، اكل مكرونه. المهم ايه، قلت خلاص اعملها لها. فصحيت بقى عايزه اعمل ايه، عايزه اروق المطبخ واغسل المواعين. بصوا انا بوريكم المنظر البشع يعني، وانضف البوتاجاز واغسل الحلل ديت، يعني عايزه مجهود جامد جدا. فجت جميله بنتي قالت لي لا 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 يا ماما، ده انت مش هتقدري، هتعملي ده كله ازاي؟ هتعملي الاكل وتغسلي المواعين وتعملي ده كله ازاي؟ انا هظبط لك الدنيا. يا بنتي هتعملي ايه يعني؟ قالت لي مالكيش دعوه، انا هقوم مكان جهاد. قلت لها طب يا حبيبتي ماشي كويس. قالت لي لا، فقلت اقوم اساعد يعني نعمل مع بعض. قالت لي لا 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 يا ماما نامي، نامي يا ماما وانا هخلص لك كل حاجه واظبط لك. بصي مش هخلص كل حاجه، انت هتصحي تبقي مرتاحه نفسيا. قلت لها خلاص مفيش مشكله، يا ريت يعني حد يكره. قلت لها خلاص انا هدخل انام شويه، يعني افوق كده. كانت الساعه 8 بقول لكم، قلت ايه حتى انام لحد 10. قالت لي خلاص يا ماما نامي وملكيش دعوه، وانا ايه هظبط لك الدنيا. هي كانت نايمه بدري وصحيت. المهم ايه، انا خدت الساعتين بتوعي نوم وصحيت من النوم. ادخل المطبخ على اساس بقى هلاقي المطبخ بيشف ويرف، والرخامات ممسوحة والمواعين مغسولة، والبوتاجاز كده تشوفي وشك فيه. ابص الاقي المنظر اللي انتوا شايفينه ده، مفيش حاجة اتغيرت، مفيش كوباية اتشالت من مكانها. ايه ده؟ وخلتني نمت. طب انا كنت قمت اتنشطت وعملت وجاي، واكل كانت جايبه اكل جاهز كلته وسابته. يعني بصوا منظر بشع. قلت لها يا بنتي هو انت بتضحكي عليا ولا بتضحكي على نفسك كده؟ قالت لي لا يا ماما انت ما شفتيش بقيه المطبخ. ايه يا حبيبتي فين بقيه المطبخ؟ قالت لي لا بصي كويس في الارض. قلت لها ايه يعني انت روقتي الارض وسبتي المطبخ؟ بصيت في الارض لقيت الارض زباله، يعني انا مش فاهمه. قالت لي لا لا بص بقى الاكياس دي يا ماما. اكياس ايه يا حبيبتي؟ هو انت عملتي ايه يعني؟ قالت لي الاكياس اللي في الارض دي. قلت لها، قالت لي لبست وخرجت وجبت لك الحاجات دي. قلت لها حاجات ايه ان شاء الله؟ قالت لي حاجات جبتها لك يا ماما عشان تريحك. قلت لها لا والله اللي كان يريحني انك تغسلي المواعين وتنضفي لي المطبخ وتخليه زي الفل. يا ستي ما تعمليش اكل، انا هعمل انا، بس على الاقل انا اعرف اتحرك. قالت لي طب بصي استني يا موضه، انت هتلاقي مفاجاه ومش مفاجاه في الاكياس وهتريحك. تعالوا بقى شوفوا ايه اللي جايبهولي في الاكياس. جهاد الله يسامحك يا جهاد، جهاد ايه، جميله الله يسامحك يا جميله بجد، جهاد ربنا يخليها لي. الله يسامحك يا جميله. بصوا بقى، دي الاكياس اللي الست جميله جايباها. تعالوا كده نشوف جميله جايبه ايه، جايبه لامها ايه عشان تريحها. هنفتح اول كيس كده مع بعض ان شاء الله. قلت جميله ده انا هحطك تحت رجليا يا جميله، ماشي. اول حاجه جايبه مش عارفه شهد ولا اناناس ده. قالت لي ماما اصل الجو حر وهنقطع وتاكلي حاجه مسكره، وعشان جهاد تعبانه فتاكل. ماشي يا حبيبتي تمام. طب وده ايه ده؟ قالت لي جبت لك الدقيق عشان تعملي المكرونه. يعني هي جابت لي عشان انا اعمل يعني مفيش مشكله عندها خالص. دقيق عشان اعمل المكرونه بالوايت صوص. طيب وايه تاني؟ وجايبه لي لبن. تمام، لا هو اللبن والدقيق بصراحه يعني ايه، تشكر ان هي جابتهم. بس ماشي. نيجي بعد كده عسل اسود، مش فاهمه يعني عسل اسود ايه عسل اسود؟ يعني جايبه ليه العسل الاسود؟ انا مستغربه، احنا هنعمل مكرونه بالوايت صوص، والمفروض هنعمل فطار بقى، فطار حلو كده عشان ابني يجي من السفر. فمش فاهمه ايه جايبه عسل اسود ليه يعني؟ انت يا جميله ايه هدفك يعني؟ شيبسي طبعا. قالت لي يا ماما ايه عشان نفسي في الشيبسي. هي خارجه اساسا عشان الشيبسي يعني هي دماغها في حته تانية. جابت الشيبسي تمام. طب انت جايبه لي شيبسي، انت يعني انت طالعه عشان تصرفي الفلوس اللي معايا تخلصيها ولا ايه بالظبط؟
جابت لي كيس المكرونه الشرايط، مفيش مشكله، مسامحاها في الحاجات دي، لان الحاجات دي كده كده انا كنت محتاجاها. لسه بقى هنشوف الكيس الاخير ده فيه ايه المفاجاه بقى في الكيس الاخير. بس جابت لي الحاجه اللي انا محتاجاها، مش مشكله. جايبه شاي بلبن، مش فاهمه ايه شاي، ما انت في اللبن اهو يا حبيبتي، والشاي عندك، ايه انت عايزه تصرفي وخلاص؟ شاي بلبن جاهز، ايه شاي بلبن جاهز ده؟ جايبه جبنه خلطه، مش فاهمه برضو، عندنا الجبنه قد كده، جبنه خلطه وعسل اسود. يعني المفاجاه القنبله في الكيس التاني يعني ولا ايه؟ هفتح بقى، حبيت اظبط لكم الكاميرا كده عشان ايه نشوف. فطير، جايبه فطير. بتقول لي يا ماما عشان اريحك، تريحيني في ايه يعني؟ انت جايبه لي الفطير ده يريحني في ايه؟ يبقى انا فهمت بقى. جبنه وعسل اسود مع الفطير، انت كده بتظبطي الدنيا على اساس ان انت تقعدي تاكلي وتفطري تمام، وبعد كده بقى ايه انا اشتغل في الغدا. مش عارفة أقول عليكِ إيه يا جميلة بجد، والله العظيم لا روّقتِ لي ولا غسلتِ لي المواعين ولا نضّفتِ لي حاجة. وبعدين نسيت صح أقول لكم، أنا جِبت دي أهي. بُصّوا جايبة إزازة حاجة ساقعة معاها وهي جاية، بس هي عشان فتحتها حطّاها في التلاجة. وبعدين جايباها بقى إيه، شاربة نُصّها. يعني أنتِ يا جميلة شاربة تقول لي أصل الجو حَر نار وأنا جاية، فما قدرتش فتحتها وشربت منها. ليه يا حبيبتي؟ طَب يعني جيبي الحاجة سليمة. وصرفت لي مبلغ محترم، واخدة الفيزا معاها. ومش عارفة أقول إيه بجد، يعني ربنا يبارك لي فيكِ يا جهاد، جهاد إيدي ورجلي بجد. دي أهم حاجة عندها تضبّط الدنيا، مش مهم المواعين تتغسل، مش مهم المطبخ ينضف، مش مهم، المهم الحاجة تاكل والحاجة تبقى موجودة وتتضبّط وخلاص. يالّا، المهم تاكل بالهنا والشفا، بس بجد صدمتني، مش عارفة قُلت بقى أمّا أصُب، يعني الطباخ السِم بيدوق، يعني أنتِ جبتِ الحاجة الساقعة مش هاشرب منها، أمّا اشرب لي شوية بقى من حَر النار ورفعتِ لي الضغط يا جميلة. يالّا، مش عارفة بقى إحنا هنبدأ إيه، هاعمل لكم بقى طبعًا المكرونة بالwhite sauce، بس هاعملها في فيديو تاني إن شاء الله. المهم يا رب الفيديو يعجبكم، حبيت يعني إيه أورّي لكم كده نبذة عن حياتي مع جميلة الأمورة اللي ما شاء الله عليها اللي مريّحاني، ودي الفراخ بقى اللي إحنا هنعملها، وربنا يتولاني برحمته. يالّا، الحمد لله كده إحنا خلّصنا الفيديو بتاعنا، ووريتكم الحاجة اللي هي جابتها. في جزء منها طبعًا أنا هاستفيد منه، وفي جزء طبعًا هي اللي هتستفيد منه. وعليه العوض ومنه العوض فيكِ يا جميلة. يالّا الحمد لله. بس كان نفسي أصحى من النوم كده على مفاجأة، ألاقي المطبخ زي الفل كده، واللي بيشِف ويرِف والمواعين مغسولة. هي بس جابت الشيبسي أهم حاجة عشان تاكل شيبسي جنب الفطير، مش عارفة إيه علاقة الفطير بالشيبسي، مش عارفة بجد. خلّيني أنا بقى في الفراخ بتاعتي. يالّا، سلام عليكم.